ازيكم؟ عاملين ايه؟ ده الفيديو التاني في كورس ديجيتال ماركتينج. انا مش حابب اقول عليه كورس، انا حابب اقول مثلا الفيديو التاني في معلومات عن الديجيتال ماركتينج او عن الماركتينج عموما. في الفيديو الاولاني احنا عرفنا يعني ايه ماركتينج ميكس، الفور بيس. الفور بي يعني البرودكت، ازاي تختار البرودكت بتاعك او المنتج او الخدمة بتاعتك. لازم تسعرها الاول. ازاي هترمي فلوسك في الاماكن اللي تعرض عليها المنتج بتاعك. ازاي ده البروموشن. رابع بي اللي هو البليس، ازاي المنتج بتاعك هيبقى متوفر للعملاء بتوعك. لازم تعرف الاول الاربع نقط دولت اهم حاجة علشان تعرف اصلا انت هتبتدي في منتج ازاي او هتبتدي تسوق ازاي. تاني حاجة عرفناها الفرق بين التسويق التقليدي والتسويق الإلكتروني. عرفنا الفرق ما بينهم. أنا مش عايز أعيد الفيديو تاني، بس تقدر تشوف الفيديو من هنا أو من هنا، يعني أيا كان. قبل ما ندخل على الفيديو التاني، أنا حابب أوضح معلومة في سؤال. آه، ضروري يبقى عندي ويب سايت ولا لأ؟ إجابة قاطعة ضروري طبعا. هشرح لك ليه. تعالى مثلا نتخيل ان انت براند ملابس، او مش هقول براند بقى، انت لسه دلوقتي انت وصاحبك قاعدين في القهوة ومعاكوا سيولة بسيطة وعايزين تعملوا مصنع ملابس او عايزين تطلعوا منتج ملابس. طيب الهدف الاول والاخير ايه من التسويق؟ البيع. انت هتنتج 1000 قطعة في الشهر هتبيعهم. H&M بينتج مثلا 1000 قطعة في الشهر بيبيعهم. إيه الفرق بينك وبين H&M؟ البراندنج. يعني ايه براندنج؟ العلامة التجارية، الاسم بتاع H&M بيبيع لوحده. يعني في حاجة اسمها براندنج ماركتنج، التسويق بالعلامة التجارية. ده بيبقى زي ثقة مثلا مبنية بين البراند وبين العميل. العميل بيبيع للبراند من غير ما هو ياخد باله. بيبيع له بأورجانيك، يعني من غير بقى ما البراند يعمل اعلانات ومن غير ما يعمل اي حاجة. تبقى هي قاعدة هي وصاحبتها، والله البلوزة دي من H&M، لا الشوز ده من مش عارف زارا، اصلك ده افضل، اصلك ده احسن، والله بيبسي طعمها مش عارف ايه، اصلك كولا احسن، مش عارف ايه. في براند بيتباع من غير ما يتعمل له اعلانات. طيب ده ما بيجيش في يوم وليلة، البراندنج ده بيتباع بملايين. انت مجرد ان انت مثلا ماكدونالدز فاتح الفرنشايز بتاعه، انت عندك فلوس وعايز تعمل ماكدونالدز، عايز تبيع منتجات ماكدونالدز مثلا، فانت بتشتري العلامة بفلوس. تشتريها بفلوس، معرفش بكام بس ايا كان بتشتريها بفلوس. طيب الويب سايت، ايه اهمية الويب سايت؟ الويب سايت ده باختصار هو المحل اللي انت بتأجره بس على الويب سايت، على النت. ده المحل بتاعك. يعني في اي مول تجاري كبير او اي مكان في طاقة استهلاكية كبيرة، لازم بتلاقي زارا واتش اند ام ماكدونالدز، بتلاقي كل البراندات موجودة. ليه؟ علشان هي علامة تجارية، الأهم عندها الاسم. انت لو طلعت المنتج بتاعك وبعته هيتباع، انت هتفرش في الشارع. انت فرق بينك وبينه ان انت هتبقى صاحب فرشة وهو براند. الويب سايت ده مع الاعلانات، مع الجودة، مع الاستمرارية، بيتقلب وبيتحول لبراند. بيبقى بيتباع بالاورجانيك من غير الاعلانات بتاعتك. بيبقى في ثقة بينك وبين عميلك. وكل ده مش بيتعمل بصفحة فيسبوك او صفحة انستجرام زي ما الناس فاهمة. والله يجي لك العميل يقول لك انا عايز اعمل صفحة فيسبوك ويبقى فيها مليون لايك. طب مليون لايك بيتباعوا، مش دي المشكلة. انت فين البراند بتاعك؟ انت فين المرجعية بتاعتك؟ فين الثقة بتاعت العميل؟ فالموقع مهم جدا، سواء بقى دوت كوم دوت نت، ده بيعتمد على الدومين والهوستنج والكلام ده كله. الناس المبرمجين عارفين الكلام ده. مش عايز اخش قوي في الموضوع الويب سايت دلوقتي، بس انا حبيت اعرفك ان اول خطوة انت المفروض بتعملها قبل ما تعمل صفحات السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا ده جزء واحد بس من التسويق الالكتروني. انت الويب سايت هو الاساس. لازم يبقى عندك ويب سايت ويتفرع منه صفحات السوشيال ميديا، سواء بقى انستجرام، فيسبوك، يوتيوب، ايا كان. طيب خلاص احنا قررنا ان احنا هننتج المنتج ده، القلم.
وقررنا خلاص سعرناه وعرفنا السيلز، عرفنا الماركتنج ميكس بتاعتنا وتمام. ايه بقى الخطوة اللي بعد كده؟ هنعمل الموقع بتاعنا تمام، نشوف المنتج بتاعنا عامل ازاي. الخطوة التانية، احنا خلاص بعد ما عرفنا الفرق بين التسويق التقليدي والتسويق الالكتروني، احنا قررنا ان احنا هندخل في التسويق الالكتروني. فخلاص يبقى احنا هنسيب التسويق التقليدي دلوقتي ونركز في التسويق الالكتروني. طالما دخلنا تسويق الكتروني، يعني انترنت، يعني لابتوب، يعني سوشيال ميديا، يعني ايميل ماركتنج، يعني الكلام ده كله، يعني انت بتستهدف الناس اللي بتستخدم الانترنت عموما. طيب يبقى لازم تعرف الاول جمهورك قد ايه، الاحصائيات قد ايه. تعالى نعرف، كان في احصائية معمولة سنة 2023 يناير 23، العالم كله فيه 8 مليار بني ادم، منهم 64% بيستخدموا الانترنت. انت متخيل الرقم؟ يعني حوالي 5 مليار و160 مليون. عندك من ال5 مليار او من ال8 مليار دولت 59% بيستخدموا مواقع السوشيال ميديا. يعني 4 مليار بني ادم و760 مليون. فانت لازم تحط في بالك ان ال4 مليار دولت كلهم تارجت اودينس ليك، جمهور مستهدف. هتقولي ازاي وانا مش هبيع لكل العالم؟ تمام، انت ممكن تبيع في امازون اف بي اي، امريكا، المانيا، اوروبا، ايا كان، ده هنعرفه في الدروب شيبينج. ممكن تبيع في الخليج، ممكن تبيع في الكويت، ممكن تبيع في مصر، انت ايا كان. وبرضو هعرفك ازاي تبيع في الخليج بنظام الافليت. انا كنت عامل سلسلة فيديوهات موجودة على اليوتيوب، آه، بعلمك فيها الافليت، من اول ما تعمل موقع ويب سايت لحد ما تبيع اول منتج وتستفاد بفرق العملة. مش عايز اطلع دلوقتي عن الموضوع، هتلاقي البلاي ليست موجودة في اليوتيوب. تمام، احنا كده عرفنا الاحصائية بتاعتنا ان احنا عندنا مليارات موجودة على النت. طيب استخدام السوشيال ميديا بقى، في احصائية تانية معمولة برضو في يناير 23، ان رقم واحد كان اليوتيوب بيستخدم 23 ساعة في الشهر. فيسبوك رقم اتنين، واتساب، انستجرام، تيك توك، مش محتاج طبعا اكمل. كل مواقع السوشيال ميديا المشهورة. اللي انا عايز اقوله ان القوة الشرائية او العملاء المحتملين كبيرة جدا جدا جدا، وانت تقدر تستهدف العميل. يعني بص، مش عايز ابالغ، ان انت تقدر تجيب العميل اللي في شارعك. تستهدف السن، تستهدف متجوز ولا مش متجوز، تستهدف هو شغال ايه، تستهدف هو بيحب ايه، سافر قبل كده ولا ما سافر. تقدر تستهدف بتفصيل ممل، هنعرفه بعد كده برضو. طيب احنا عرفنا الاحصائية خلاص، فاحنا عايزين ندخل في حاجة تانية. ايه بقى الفرق بين التسويق والبيع؟ في حد هيقول لي هو الاتنين مش واحد. هما لا طبعا الاتنين مش واحد، الاتنين حاجتين مختلفين، هما بيكملوا بعض. التسويق ان انت بتسوق للمنتج بتاعك لاكبر عدد من العملاء، انت بتحاول تستهدف عملاء، بس مش كل العملاء دولت هيشتروا. البيع ان انت خلاص استهدفت العميل، خلاص انت العميل المستهدف ده بيتحول لمشتري. فعملية السيلز هو اللي بيحاول ياخد العميل المستهدف اللي التسويق، قسم التسويق جابه، ويبيع له. يعني قسم التسويق مثلا مسؤوليته ان هو يحاول يسوق المنتج بتاعك لأكبر عدد من الناس، ويحاول يجيب أكبر عدد من الزباين. طيب هل كل الزباين دولت هيشتروا؟ لا، دي مسؤولية السيلز، مسؤولية قسم السيلز، قسم المبيعات. ده هو اللي بيقنع بقى العميل ان هو يشتري. يعني برضو نقدر نقول ان التسويق ده بيركز على المستقبل، والسيلز بيركز على الحاضر دلوقتي حالا. انت قسم السيلز قاعد مع المشتري اللي هو كان عميل مستهدف قبل كده من قسم التسويق، وبيحاول يقنعه ان هو يشتري. فنقدر نقول ان التسويق ده بيلبي احتياجات العميل بطريقة استراتيجية، والسيلز او المبيعات بيعمل بيلبي احتياجات العميل بطريقة انتهازية. خلاص هو بيحاول بقى يعرفه المميزات والحاجات اللي لو اشترى الخدمة بتاعتنا او المنتج بتاعنا هيستفاد بيها.
برضو التسويق بيبقى مدفوع بأدوات تقدر تقول عليها ان هي ادوات الكترونية اكتر من ان هي بشرية. السيلز بيبقى خلاص بقى انت بتوجه البني ادم اللي هو السيلز، الراجل اللي بيبيع او الست اللي بتبيع، خلاص ده كائن بشري هو اللي بيقنع العميل خلاص فيس تو فيس. ففي كام حاجة كده مهمين جدا الفيديو الجاي ما تنساش برضو تشوفه، علشان نعرف احنا هنبقى واقفين فين. وبرضو محتاج الكومنتات بتاعتكم تقولوا لي ايه واقع مني او ايه مسقطه، حابين تسألوا في ايه، حابين تعرفوا ايه مش واضح، حابين تعرفوا ايه بعدين، حابين تساعدوني في الفهرس بتاع الكورس يبقى ماشي ازاي، يبقى ساعدتوني انا شخصيا. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتم ولو بمعلومة. سلام.